عشان تصور اي فيديو محتاج تظبط حاجه اسمها الاكسبوجر، اللي هي اضاءه الصوره بمعنى مبسط. في 3 عناصر بيتحكموا في الاكسبوجر. رقم 1 الشاتر سبيد، رقم 2 الابرتشر او الاف نمبر، رقم 3 الايزو. الضوء بيعدي من الابرتشر اللي هو ده وبيخبط السنسور جوه الكاميرا. الشاتر سبيد بيحدد المده اللي السنسور بيفضل مفتوح ومعرض للضوء، والايزو هو قد ايه حساسيه السنسور ده للضوء. ببساطه الشاتر سبيد هو الرقم اللي على الشمال تحت خالص على الشاشه، وده بيتحكم في الموشن بلور اللي هي بالعربي زغلله الحركه. كل ما يقل الرقم بيحصل حاجتين، كل ما الزغلله هتزيد وهيدخل للكاميرا اضاءه اكتر، وكل ما الرقم هيزيد هيحصل حاجتين برضه، كل ما الصوره بيبقى فيها موشن بلور اقل واضاءه اقل هتدخل الكاميرا. في قاعده عامه للتصوير، وهي انك تخلي رقم الشاتر سبيد ده ضعف الفريم ريت دايما. يعني لو الشاتر بتاعك 50 الفريم ريت بتاعك هيبقى 24 فريم بير سكند او 25 حسب المود. بيكتبوها 1/50 ليه؟ عشان الشاتر بالمعنى التفصيلي هو الوقت كجزء من الثانيه اللي العدسه بتفضل مفتوحه فيه قبل ما تاخد الصوره، و24 فريم ريت يعني 24 صوره في الثانيه الواحده، والصور دي هي اللي بتعمل لك الفيديو عشان الموشن بلور يطلع طبيعي على العين ويبقى نفس الشكل اللي بتشوفوه في الافلام.